بغيت تضيع حياتك لا بصح، واش بغيتي توصل ل50 عام وتندم على كل نهار داز؟ كاين واحد الدليل واحد، الخطة السحرية اللي 90% ديال الناس متبعينها بلا ما يعيقوا، وغادي تضمن لك الفشل 100%. الا بغيتي تكون فاشل بامتياز وتبقى ديما اللور، تبع غير هاد الخطوات. الخطوة الأولى، قدس النعاس. علاش غتفيق بكري؟ نوض حتى ل 11 ولا 12. فاش تفيق اول حاجه ديرها، شد التليفون ديالك وبقى تسكرول في حياه الناس، تفرج فيهم فين سافروا، شنو شراو، كيفاش نجحوا. قول مع راسك هادو غير زهرة لهم، ورجع تكمش في فراشك. الخطوه الثانيه، تسنى الوقت المناسب. ما تبداش اليوم، لا بلاتي يوم الخميس، بلاتي حتى نهار الاثنين ونبداو، ولا بلاتي حتى يسالي هاد الشهر، ولا حتى توجد الظروف وتولي عندي الفلوس ويكون عندي هاد التليفون. بقى كتسنى تما. الخطوه الثالثه، لصقها في كلشي. رجع اللومه لكلشي. قول الدوله ما دارت لينا والو، الوالدين ما عاونوناش، الزهر ما عدناش، اي حاجه الا انك تقول انا اللي عكزت. حبس الهضره خويا، واش كيسحب لك هادشي ضحك؟ هاد السيناريو اللي حكيت لك راه هو حياتي وحياتك. الا ما فقناش السنين كيطيروا والوقت اللي مشى ما كيرجعش. الندم فاش كتكبر كيكون اكثر من العافيه. واش بغيتي تكون مجرد رقم، مجرد واحد عاش ومات وما خلى حتى اثر؟ الحياه ما كتعطي والو فابور. النجاح كيبغي الروينه، كيبغي الطيحات، كيبغي تفيق وخا يكون ما فيك ما تنوض. العجز كياكل غير موالح. نوض، جمع راسك وبدا بداكشي اللي عندك. ودابا انا عارف باللي فيك النفس وباللي كاين واحد البطل لداخل باغي يخرج. واش غتخليه يموت ولا غتبدا تكتب قصتك اليوم؟ القرار بيديك.